السلام عليكم. سؤال كل أهلاوي دلوقتي هنعمل إيه في كأس العالم للأندية؟ طبعًا لا أداء ولا نتايج في الفترة الأخيرة يرضي ولا يطمن، حتى هنعمل أو شكلنا هيبقى عامل إزاي في كأس العالم للأندية قدام الفرق اللي زي ما تقول كده مستنية أصلًا اللحظة دي عشان تخلّص تاخد البطولة وتروّح، واللي عشان يكسب، والاتحاد يقول لك أنا معايا بنزيما ومعايا لعيبة ويثبت جدارته ويرجع الموسم بتاعه في السعودية بشكل تاني بعد ما نتايجه وأداؤه في الفترة الأخيرة مش قد كده أو مش أفضل حاجة. فطبعًا الموضوع صعب. لكن الموضوع حلّه في نقطتين، النقطة الأولانية في الثقة، الثقة دي تيجي من الجمهور ومن كولر وتنعكس على اللعيبة، الحتّة التانية الجمهور نفسه إزاي يعمل المعادلة دي. في رأيي أنا لازم نتعلّم من ماتش صن داونز الماتش ال5 بتاع السنة اللي فاتت. كولر والفريق اتعلموا السنة اللي فاتت ورجعنا وخدنا بطولة أفريقيا، مش بس نتايج، لأ رجعنا بالأداء. الأداء إننا كنا بنعمل مثلثات في الملعب ونجمّع لعب في حتّة وحمدي فتحي يطلع، حمدي فتحي كان نُص ملعب وكان هو هداف الفريق، فأنت كنت بتعمل حاجات تكتيكية وشغل فني وأداء عالي السنة اللي فاتت. بالضبط ال180 درجة أو العكس تمامًا اللي إحنا مش عارفين نعمله السنة دي. فحتى لو في إجهاد أنا شايف إنه برضه أزمة ثقة أو في الأساس هو أزمة ثقة. جمهور النادي الأهلي هو لازم يتعلم برضه من ماتش صن داونز اللي خسرنا فيه. إزاي يتعلم؟ أنا بعد ما يبقى عندي احتمالين حتى ولا احتمال ضعيف إن الفرقة بتاعتي ترجع، ما أنا لو كسبت في كأس العالم للأندية أو عملت أداء هناك كويس هاعمل إيه؟ هيحصل إيه؟ هارجع من هناك الموسم بتاعي والسيزون بتاعي متغير 180 درجة، هافضل أرجع في أفضل حالاتي وثقتي عالية في نفسي جدًا، وده هينعكس عليَّ محليًا سواء في دوري أو كاس أو سوبر أو حتى في بطولة أفريقيا. فلازم جمهور الأهلي يمسك في الاحتمال الضعيف أو البسيط ده، لأ، أنا لازم أكون هدفي إن أنا أفوّق اللعيبة دي، أفوّق الفرقة دي، أضغط على اللعيبة دي، لازم تفوق، وأبقى واعي لنقطة مهمة جدًا وهي يعني مثلًا زي الإعلام السعودي عمرو أديب مثلًا، اللي طلع بيوقّع في النادي الأهلي وطلع بينتقد النادي الأهلي. بس هو يقول لك يا جماعة اعترفوا إن الأهلي وِحِش، إحنا بنعترف إن الأهلي وِحِش، بس اعتراف جمهور النادي الأهلي إن الأهلي وِحِش هدفه إن النادي الأهلي يفوق، لكن أنت هدفك إن النادي الأهلي يُقع. يعني إيه طالع تقول لي الأهلي ما فيش فيه لعيبة ونُص اللعيبة عايزة تتغيّر ومش ده المدير الفني اللي كنتم بتشكّروا فيه ودلوقتي عايزينه يمشي. هو قال كده إن إحنا عايزين ده يمشي ونُص اللعيبة وقعد يقول أسماء ومنها الشناوي ولاعيبة معدية ال30. أنت هدفك إيه؟ هدفك إيه؟ هدفك إن إحنا خلاص بقى نستسلم ونرمي الفوطة كده السنة دي ونجيب صبارة وندفن نفسنا بقى خلاص، إحنا طلعنا برّه البطولات واللعيبة معناش لعيبة ومعناش مدرب، خلاص بقى نعترف إن إحنا وحشين، وبعد الاعتراف إيه؟ يعني جمهور النادي الأهلي هدفه إن أنا أعترف عشان أصلّح أو عشان أصحّح أو أصحّح من المسار بتاعي وأرجع تاني لبطولاتي وبأدائي وبنتايجي. إنما أنت هدفك إيه؟ إن أنا أعترف عشان أقول بس أنا وِحِش وسلبي كده وبتاع وأنام مكاني وأبلّط في الخط وأجيب صبارة وأدفن نفسي. فلازم جمهور النادي الأهلي يبقى واعي لنقطة زي دي. أبسط حاجة في حالات زي اللي إحنا فيها دي فيها التباس، ما أنتش عارف الصح فين والغلط فين، اعرف اللي عايز يوقّعك أو اللي مش عايز مصلحتك لمّا يتكلم حاجة اعمل عكسها. فجمهور النادي الأهلي لازم يساند الفرقة، مش يساند الفرقة إن هو يشجعهم وحسين أفضل لعيب وأفضل جناح وأنتم مش لأ، مش ده خالص. ولكن المساندة اضغط على اللعيبة وحفّزهم وبتاع، لكن في نفس الوقت أنت بتفوّقهم، أنت بتوصّل لهم رسالة إن أنت مكانك موجود، اثبت نفسك، أنا مش يا أبيض يا أسود، اثبت نفسك أنت لعيب شايل فانلة النادي الأهلي. أنا في وقت من الأوقات وفي سنة من السنين خدت الكونفدرالية وأنا معيش 14 لاعب في القايمة. كان أحمد عبد المنعم واقف جون ومصاب آخر تلت ساعة حرفيًا مش واقف على رجله. أنا كنت باخد بطولات وأنا معيش لعيبة منشئين، كان رمضان صبحي ومحمد عيني واللعيبة كلها ما يعني وأحمد حمودي وإسلام محارب وحاجات كده. فالنادي الأهلي مش قصة أنت لابس التيشيرت، أنت وراك جمهور، أنت لو كسبت في كأس العالم للأندية أنت هترجع السيزون أو الموسم بتاعك متغير 180 درجة، ثقتك في نفسك هتبقى في أعلى الحدود وفي أعلى الدرجات. وده رأيي إن ده مش صعب أو مش حاجة مستحيلة. ليه؟ لأن الأجواء نفسها بتختلف، أنت رايح بطولة الأجواء فيها مختلفة. لازم يبقى عندك الحافز إن أنت ترجّع نَفْسك كلاعب وكفريق، قدّامك اختيارين، يا إمّا هترجع اللعيبة دي الجمهور شايلك على أكتافه، يا إمّا هترجع خلاص أنا أنتم إزاي موجودين في الأهلي وإزاي لعيبة بالشكل ده موجود، فأنتم اللي في إيديكم، الموضوع في إيديكم في الأول وفي الآخر. وأعتقد إن ده الكلام اللي المفروض الدكتور النفسي اللي كولر جابه للفريق ده، أعتقد ده كلام الدكتور النفسي المفروض هو اللي يقوله. ولكن أنا ما أعرفش هل هو بياخد تَمَن الجلسات والّا حق الكشوفات، ما أعرفش، هل ما بياخدش فلوس هو يعني مش فاهم. لكن والله هو الفريق كان قبل ما ييجي كان أحسن، يعني ده اللي أنا شايفه على الأقل. ربنا يوفّق النادي الأهلي، ربنا يكرم النادي الأهلي محتاج يبقى روح واحدة وجماعة واحدة، واللعيب اللي هيشِت أو هيخرج يعني لو كان أحمد عبد القادر في الموقف اللي عمله أخيرًا ده السنة بيدعي إصابة، لو بيدعي إصابة يطلع برّه النادي مش عايزه، لو معاه رونالدو
انا محتاج الفريق دلوقتي روح واحده، وكل لعيب ما بيلعبش عايز يثبت نفسه، اي لعيب شايف نفسه على الفرقه او شايف نفسه بس مش شايف الفرقه ما يلزمنيش لو مين. النادي الاهلي لازم يبقى فريق واحد بروح واحده. ربنا يوفق النادي الاهلي. وفي كلام كتير كان فنيا حتى لازم يتقال قبل البطوله دي او نتكلم فيه، لكن دلوقتي ربنا يكرم النادي الاهلي ويوفق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اللي عايز اقوله ان الموضوع في ايدينا، في ايدينا كجمهور، في ايدينا كلاعيبه. ما نستسلمش الموضوع. احنا يعني هو احتمال احتمال ما فيش مؤشرات كتير او مؤشرات كبيره تقول ان انت هتأدي اداء كويس او ان انت هتعمل بطوله كويسه. لكن هو مين اللي قال ان انت لما كسبت الهلال السعودي كان عندك المؤشر اللي بيقول ان انت هتعمل ده؟ ومع ذلك انت رجعت كسبان اربعه. مين قال؟ مين قال ان انت كنت هتروح تلعب قدام ريال مدريد بالشكل ده او قدام؟ يعني مين قال ان انت كنت هتروح كاس العالم للانديه اكتر فريق تروح ما حدش، ما فيش حاجه كانت بتقول ده. ومع ذلك النادي الاهلي قد اي تحدي وفي الظروف هو ولاعيبته بيثبتوا لنفسهم. زي ما قلت اوقات ما كانش بيبقى معاك لعيبه اصلا، ومع ذلك كنت بتثبت نفسك وبتبقى موجود. ليه؟ لان في تيشيرت اسمه تيشيرت النادي الاهلي شايلك. بس ربنا يوفق النادي الاهلي ويكرم النادي الاهلي ان شاء الله. وشكرا.